بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا تقييم صفقات الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي، وحنشوف كمان إيش هي أفضل صفقة في هذا الميركاتو. هل هو روبن نيفيز ولا كريم بنزيما ولا ساديو ماني؟ حنشوف قدام. احنا في هذا المقطع حنقيم اللعيبة على السريع كده. طيب في البداية نبدأ مع الاتحاد. تعاقد نادي الاتحاد في هذا الصيف مع لويس فيليبي، فابينهو، كريم بنزيما، نغولو كانتي، حسن كادش، صالح العمري، سلطان الفرحان، جواو فيليبي، جوتا، فيصل الغامدي، وعبد الله المعيوف. نبدأ مع نغولو كانتي. ما شاء الله تبارك الله، لاعب خارق، قاطع كرات من الطراز العالي، لاعب تشوفه في كل مكان في الملعب، واحتياج للنادي كمان. صفقة ممتازة للاتحاد. ونيجي للي بعده، الحكومة، كريم بنزيما. بنزيما لاعب كبير وأفضل لاعب في العالم 2022، وتاريخه يحكي عنه. أنا أسمي بنزيما ملك الريمونتادا. بس يا إخوان، بنزيما ما هو احتياج للاتحاد، يعني حمد الله مسوي شغله، وفي الموسم الماضي هو كان هداف الدوري. أحس لو الاتحاد جاب لاعب أجنبي ثاني في مركز ثاني حيكون أحسن بكثير صراحة. ونيجي للويس فيليبي. للأمانة الصفقة ما هي طموح جماهير الاتحاد، وأصلا كثير من جمهور الاتحاد متشائمين بالصفقة. بس من إيجابيات اللاعب إنه تمركزه ممتاز، وبدنيا برضه ممتاز. بس هذا الأمانة يعني ما عندي غيرها. ونيجي دحين للبرتغالي جوتا أون ذا وينج. يا جماعة جوتا ما أقدر أقيمه لأنه ما لعب صراحة وما أخذ فرصته، فخلاص هنا القرار عندكم، انتوا قيموا كيفكم في الكومنتات. أما فابينهو ما أحتاج أتكلم عنه، لاعب كبير وكان مهم في تشكيلة يورجن كلوب في ليفربول، وقدم مستوى رائع في المباريات الأخيرة. وكده على السريع صفقات الاتحاد المحلية كانت فيصل الغامدي، صالح العمري، عبد الله المعيوف، حسن كادش، سلطان الفرحان. هذول كلهم لعيبة ممتازين حيفيدوا الاتحاد في الدكة. ودحين نيجي للنصر. وتعاقد النصر مع إمريك لابورت، ساديو ماني، سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، أليكس تيليس، أوتافيو، وراغد النجار. ونبدأ مع ساديو ماني. ما شاء الله تبارك الله، اللاعب أسطوري، اللاعب تكتيكي، وهو جناح بس يساندك في الدفاع ويضغط على لاعب الخصم. شفنا هدف النصر الأول على الحزم، كيف ساديو ماني ضغط على اللاعب عشان يفتك منه الكورة وناول لكريستيانو، من كريستيانو الغريب وغريب سجل. هذا غير انه جناح هداف ويراوغ. الصفقة هذه صفقة أسطورية والله. واللاعب الثاني هو إمريك لابورت. ما شاء الله لابورت قائد في خط الدفاع، لاعب يعطي الثقة في خط الدفاع، تمريراته الطويلة والقصيرة كلها ممتازة، افتكاكاته نوعا ما رائعة. صحيح انه بطيء شوية بس انه مدافع ممتاز، ويسجل من الكرات الهوائية ويوجه اللاعبين كمان. ومن يوم ما جاء النصر ما خش فيه ولا هدف أظن، فصفقة ممتازة للنصر. ونيجي لسيكو فوفانا. سبحان الله زي ما قال في الإعلان حقه، أجري ومرر وسجل أقطع، كل شيء يسوي في الملعب، تشوفه في كل مكان. لاعب يسجل ويصنع ويقطع، لاعب قوي بدنيا ويسوي لك زيادة عددية في منطقة جزاء الخصم، لاعب يسوي لك كل شيء في الملعب. أما دحين نيجي لأليكس تيليس. أنا للأمانة أشوفه ما هو احتياج للنصر، شفنا كيف كونان يؤدي أداء ممتاز في الملعب، بس أحس إنه تيليس أحسن من كونان في الدفاع. دفاعيا هو أحسن من كونان نوعا ما، حتى عنده حلول أكثر من كونان صراحة. هو ظهير بس يقدر يدخل للعمق ويسدد من خارج منطقة الجزاء، فنقول إن شاء الله إنه يكون خير بديل لكونان. ونيجي دحين لبروزوفيتش. يا بروزوفيتش خلص فيك الكلام والله. ما شاء الله تبارك الله، لاعب خارق، تمريرات الطويلة سحر، شايل خط الوسط ما شاء الله. حتى بعد غياب فوفانا ما تأثر وقاعد يشيل خط الوسط لحاله، يلعب لك كرات نظيفة سواء كانت قصيرة أو طويلة. إذا تبغى تستمتع اتفرج على مباراة النصر وشوف بروزوفيتش كيف يلعب، والله صفقة معلم للنصر. ونيجي للاعب الأخير أوتافيو. يا جماعة أوتافيو فنان، لاعب متعدد المهام والمراكز، لاعب عنده حلول في الثلث الهجومي، لاعب مبدع وعنده ابتكار في خط الوسط. ما أدري إيش أقول كمان أوتافيو غير كده. ونجي لصفقة نادي النصر المحلية الوحيدة، حارس نادي التعاون راغد النجار. صفقة كويسة لتدعيم دكة بدلاء نادي النصر. ودحين نخش للأهلي. والله الأهلي صفقاتهم كتير، خلونا نشوف إيش هي. وتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينيو، جابري فيغا، إدوارد ميندي، فرانك كيسيه، ديميرال، رياض محرز، سعد ماكسيما، إيبانيز. والصفقات المحلية هي عبد الله عطيف، سميحان النابت، بسام الحريجي، سعد بالعبيد، فراس البريكان، فهد الرشيدي،
عبد الله العمار. خلونا نبدأ مع إيبانيز وديميرال بما أنهم أصحاب جنب بعض. يعني ما أدري، ديميرال وإيبانيز مدافعين ممتازين، بس بعض الأحيان يجيبوا العيد. في البداية كان أداؤهم ممتاز، بس في مباراة الفتح جابوا العيد مرة جابوا العيد، وديميرال أخذ كرت أحمر. يعني بالنسبة لي كان بالإمكان أفضل مما كان. الأسماء اللي الأهلي كانت تفاوضها أول أحسن من ديميرال وإيبانيز. كان في راموس، ماركينيوس، أسماء كثيرة صراحة. ديميرال وإيبانيز لاعبين جيدين. ونجي لإدوارد ميندي. يا جماعة ميندي حارس سيء من قبل ما يجي الأهلي، هو سيء. صح إنه أخذ جائزة أفضل حارس في العالم في 2000 وكم 2021، بس إنه برضو والله يعني في أخطاء مرة غريبة تيجي منه. لو في حارس غيره صراحة حيكون أفضل. ودحين جابري فيجا ما أقدر أقيمه لأنه ما لعب مباراة الفتح. صح إنهم خسروا، إنه بعدها راح لعب مباراة مع منتخب بلاده وبدأ في المباراة. لسه يبغى له وقت عشان نحكم عليه. ولا تنسوا إنه اللاعب كان مطلوب في أندية أوروبية كتير. أما دحين روبرتو فيرمينيو ظهر بس في أول لقاء، بعد كده غاب، لا سجل ولا صنع ولا له تأثير في الملعب. والله ما أدري صراحة، إن شاء الله ما يقعد مستوى ذي كده. أما دحين نجي لفرانك كيسيه ما شاء الله دبابة، قائد خط الوسط. هو الوحيد اللي قاعد يلعب في الأهلي مع رياض محرز، يقطع كور، يمرر لك ويسجل ويصنع. ما صفقة ممتازة للأهلي، ما توقعت انها تنجح صراحة. ونجي دحين لرياض محرز. يا اخوان رياض محرز لسه ما قدم نص مستواه، مع ذلك قاعد يلعب ويحاول ويصنع. حس انه رياض محرز حينفجر في الفترة الجاية. لا تنسوا انه كان لاعب مهم مع مانشستر سيتي، والصفقة هذه صفقة ممتازة للأهلي. اما دحين سانت ماكسيمان، والله كنت متحمس لهذا اللاعب لأنه كان مهم في نيوكاسل. صحيح إنه ما كان يسجل كثير ولا يصنع، بس كان له تأثيره في الملعب. لاعب في المراوغات مستواه عالي، مزعج للدفاع. بس كده من يوم ما جاء الأهلي مراوغاته ما لها فايدة، قاعد يراوغ في وسط الملعب. إيش الفايدة يا أبوي؟ والله ما ادري ايش اقول يا جماعه، تحطمت والله. اما صفقات الاهلي المحليه هي عبد الله عطيف، سميحان النابت، بسام الحريجي، عبد الله العمار، سعد بالعبيد، فراس البريكان، وفهد الرشيدي. كل اللاعبين هذول حيفيدوا الاهلي في الدكه، بالذات فراس البريكان. بالعكس فراس البريكان احس لو لعب اساسي وفيرمينيو يلعب صانع العاب بيكون احسن، ويصير اللعب ينبني على فراس البريكان. ايش تشوفوا انتوا يا جماهير الاهلي؟ اكتبوا لنا في الكومنتات. ونجي لآخر نادي في مقطع اليوم، نادي الهلال. وتعاقد الهلال مع مالكوم، كوليبالي، ميلينكوفيتش سافيتش، نيمار، ياسين بونو، متروفيتش، روبن نيفيز. وصفقات الهلال المحلية هي محمد الربيعي وحسان تنبكتي. ونبدأ مع روبن نيفيز. كان لاعب فارق مع ولفرهامبتون، لاعب ممتاز في التمريرات الطويلة والكرات الثابتة، لاعب يحتاج نادي الهلال، وعنده ابتكار في وسط الميدان. وروبن نيفيز قوي في التسديد من خارج منطقة الجزاء. أما دحين سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، اسمه أطول من حياتي. لاعب جيد في التحضير ومتعدد المراكز، يقدر يلعب لك مركز 8 أو مركز 6. لاعب بيسوي لك زيادة عددية في منطقة الجزاء، لاعب ما عليه كلام. بس يا أخوان ما تحس لو صار موديل كان أحسن؟ يعني شوفوا هذه الصورة لما رحب بمتروفيتش، والله شكله فنان. ودحين كوليبالي قائد منتخب السنغال، والمدافع اللي كانوا يتنافسوا عليه عند الأندية الأوروبية. هو مشكلته انه انتقل لتشيلسي في أسوأ فترة لتشيلسي، عشان كده ما ظهر بالمستوى المطلوب، بس انه صفقة ممتازة للهلال. ونجي دحين لمالكوم، اللاعب اللي في كل مباراة لازم يحط بصمته، يا بهدف يا بصناعة. انا ما توقعت انه ينجح صراحة، بس من يوم ما جاء قاعد يقدم مستوى رهيب والله. لاعب خطير ومزعج، لاعب ارقامه تشهد له. ودحين نجي نيمار الغدار. مو لازم اتكلم عن نيمار، المعروف لا يعرف، افضل مراوغ في العالم، لاعب خطير يسجل ويصنع ويعطي كباري وكل شيء، ما يحتاج اتكلم عنه اكتر من كده. ونجي الان لياسين بونو. حتى ياسين بونو ما يحتاج اتكلم عنه، من افضل الحراس اللي في العالم، واكبر الانديه الاوروبيه كانت تتنافس عليه. شفنا كيف بدأ في كاس العالم مع المغرب، وهو اللي جاب كاس الدوري الاوروبي لاشبيليا بعد ما تصدى الكمبلنتي. ياسين بونو ما عليه كلام والله. واللاعب الاجنبي الاخير معانا الكسندر متروفيتش من افضل رؤوس الحربة في العالم، مهاجم ما يحب يتفلسف، يقدر يسجل من لمسة واحدة، هدفه قدام الاتحاد يلخص لك كل شيء. واللاعب يناسب الهلال مرة، وقوته البدنية تخلي صعب على أي مدافع إنه يواجهه. أما صفقات الهلال المحلية هي محمد الربيعي، حسان تنبكتي. خلينا نتكلم عنها على السريع كده. حسان تنبكتي أفضل قلب دفاع سعودي، هو خلاص عن لاعب أجنبي. لو الهلال ما جاب كوليبالي خلاص يكفي، يصير في خط الدفاع حسان تنبكتي ما أعرف ليه.
أما محمد الربيعي هو حارس جيد كدكة. وهنا خلاص وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى أن المقطع عجبكم. قيمنا الميركاتو الصيفي لأندية الصندوق، واللاعبين المحليين قيمناهم على السريع، لأنه الميركاتو هذا أصلا كان مركز على اللعيبة الأجانب أكتر، وكمان ما في صفقة محلية قوية صارت غير صفقة حسان تنبكتي. وختاما، إذا عجبك المقطع لا تنسى تسوي لايك وتشترك بالقناة، تنشر المقطع لأصحابك وأهلك، وفي أمان الله ومع السلامة.